أنا متفائل يعني من كثر التفاؤل بدخل في الحيطان زي الوطواط. يعني كل الأخبار اللي في العالم هذه الأيام تخليك تشعر بتفاؤل لا نظير له. ما هو قال لك المصائب لا تأتي فرادى. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أصدقائي المتابعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة. أما بعد يا أصدقائي، إذن منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ العالمية في مواجهة المتحور الجديد لفيروس جدري القردة امبوكس، أو ما يعرف كذلك بجدري النسناس. وهذا متحور جديد ظهر قبل عدة أشهر، علما أن الإنذار الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية هو أعلى إنذار طوارئ موجود عالميا. هذا أعلى درجة، علما أنه هذه ثاني مرة يتم إعلان حالة عارض عالمي من فيروس جدري القردة، لأنه بيني وبينك هو جاء قبل 22-23 بس وقتها كان ضعيف، وصل لعدة دول بس تعاملوا معاه بمضادات الفيروسات. على في 2 لقاحات موجودين في العالم، صعب تلقاهم، يعني في 200 ألف جرعة حول العالم فقط، ولكن حتى الآن لا ينصح بأنها تعطى لكل الناس، يعني لسه ما فيش تجارب كافية على الآثار متوسطة وبعيدة المدى على اللقاح، فتعاملوا معاه. فهو قال لا أقسم بالله العظيم ما أنا سايبكم، والله لو أوريكم العين الحمراء. راح غاب 7-8 أشهر، لعب حديد، تحور ورجع يتنطط علينا. طيب الفيروس أو المتحور الجديد من فيروس جدري القردة هذا من فين بيجي؟ أعتقد واضح من اسمه معروف، بيجي من القردة. ما انتوا عارفين الأيام هذه كل حيوان مخنوق من عيشته ولا طفشان من الروتين يقرف أمنا بفيروس. يعني جنون البقر، انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، كورونا الخفافيش، الآن معانا جدري القردة. قريبا هتسمع عن فيروس هبل الخرفان وصداع الثعابين وإسهال الجمال. طبيعي، أهلا بك في نهاية العالم. يعني باختصار هذا المتحور الجديد جانا من القردة. فالأطباء العالميين الآن بينصحوا البشر بعدم الاتصال مع القرود أو الجرذان أو السناجب. يعني خذ قاعدة من هنا ورايح، أنت أي سنجاب يتصل لك ما تردش عليه ولا تتصل له طبعا. فكان ينتقل من الحيوانات إلى البشر. المتحور الجديد هذا ينتقل من البشر إلى البشر. ليش؟ أخذ بنصيحة كورونا. ما انتم عارفين الفيروسات تغشش بعضها. خلاص تعالوا نتكلم جد بلاش غتاتة. هذا الفيروس هو من سلالة فيروس الجدري، ولكنه أكثر خطورة بكثير، والمشكلة الأكبر فيه أنه إصابته تكون شديدة جدا في الأطفال من 15 سنة وما تحت. انتشر مؤخرا الآن في الكونغو من بداية العام أكثر من 14,000 إصابة وقرابة 500، هذا هو عدد الوفيات، وانتقل إلى دول مجاورة. الآن بيقول لك هو موجود في 100 دولة ولكن بشكل نادر الاتصال هناك، يعني انتقاله بين البشر لا زال ضعيف جدا، ولكنه بدأ يوصل. منظمة الصحة العالمية لما أمس الأربعاء تعلن أنه عارض عالمي، يعني حالة طوارئ عالمية، فيعرف أنه هنا فعليا في مشكلة. وصل أكثر من 100 دولة، من بينها بريطانيا وأمريكا وفرنسا ودول آسيوية، الآن 13 دولة أفريقية. الحالات خلال آخر 8 أو 7 أشهر وصلت أكثر من 17,000 حالة. طيب كيف ينتقل هذا الفيروس بين البشر؟ ينتقل عن عدة طرق. أولا الاتصال المباشر مع الحيوانات، كأن تتعرض لخدش قرد أو جرذ أو سنجاب، مش كلهم ولكن اللي هم حاملين للمرض مثلا في الكونغو، هذا النوع من الحيوانات. كذلك عن طريق الاتصال الجنسي، بوس الشفايف، كل واحد يحرص الأيام هذه. عن طريق الاحتكاك أو يعني التواجد اللصيق بالمرضى، ملامسة السوائل الخارجة من أجسام المرضى، ملامسة أدوات المرضى كالبطاطين، الفراشات، اللحافات، العرق، هذه الأشياء. طيب ما هو المرض؟ المرض هذا فترة حضانته من 3 أيام إلى 17 يوم. يبدأ بحمى وحمى شديدة، صداع، آلام في الظهر، آلام في المفاصل والعضلات، حالة خمول من يوم إلى 4 أيام. إذا عرفت تقاوم هذه الأعراض، وهذا هو العلاج الوحيد حاليا، هو مضادات فيروسات. ما فيش علاج ليه طبعا، ولكن أحد الوسائل المعينة مضادات الفيروسات بوصفة طبية، مش تتفلسف أنت.
خلال يوم إلى 4 أيام لما تنزل الحمى تبدأ الحمى تخرج، طفح جلدي، تتشكل كرات على الجسم خصوصا اليدات وباطن القدمين. حالات الوفيات مش كبيرة، يعني إذا حسبت 500 من 17,000 لا زالت ليست كبيرة، علما أنها في الكونغو لا يوجد هناك وسائل طبية ولا في طريقة لإيصال اللقاحات، بينما إفريقيا الآن محتاجة إلى 10 مليون جرعة، واللقاحات هذه لسه بيقول لك لا ينصح بإعطائها للجميع. طيب أنت كيف تعرف أن أنت أصبت بجدر القرود؟ هتبدأ تتنطط عليهم في البيت، تتنطط على أصحابك على طول، بلغ عليه، هذا أخوك بلغ عليه على طول. على كده نص الشعب اليمني على فكرة قاعد مزقرع كذا، الوحيدين اللي يعملوا صدمة دهشة في الشارع بالسيارة قضاء وقدر، ما ينزلش يقول له إيش فيه يصلي على النبي يتفاهم، لا ينزل بالصميل على طول. هذه هي الأعراض يا أصدقائي. طيب هل لي علاج؟ العلاج الوحيد هو مقاومة الأعراض وتحييدها بقدر المستطاع لين هو المرض يروح من نفسه. بعدين هذه الكور اللي تطلع الطفح الجلدي الجدري هذا تبدأ تتيبس وتطيح القشور، قد تحدث وراءها ندبات أو جروح، ولكن في النهاية إن شاء الله سيتم السيطرة عليه. وإحنا كلنا ثقة في منظمة الصحة العالمية، أنتم فاكرين من الجائحة الأولى، ولكن واضح حتى الآن أنه الموضوع لسه مش خطير. ولكن هذه المرة منظمة الصحة العالمية بتتحرك بشكل حثيث وسريع في هذا، لأنهم تعلموا الدروس من الجائحة الأولى. العالم أهمل وكان في تضارب معلومات وما كانش في حركة، لين شفنا كيف ضرب البشرية كلها. وأنا واحد من الأشخاص اللي جاني كورونا، بس الأخير متحور أميكرون هذا، وعزلت نفسي في البيت والحمد لله اتحسنت، فلا داعي للقلق إن شاء الله. وبننتظر إحنا النشرات اليومية التي تصدر عن منظمة الصحة العالمية، وإيش آخر التحديثات هنتابعها أول بأول، وما يصير إلا خير إن شاء الله. حتى نراكم حلقة أخرى، أدعو لكم بالتحية، وسلام جميعا.